أحسن الله إليكم شيخنا. هناك من يبحث، بعض الشباب وفقهم الله، يبحثون عن إعفاف أنفسهم بالزواج، فبعضهم يمضي أيام وبعضهم شهور وبعضهم يكثر البحث عن الزوجة ولكن لا يتيسر له، فقد يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى أو بحكمه أو بقدره ويقول ما السبب في أني كذا وكذا، أو يبحث سنة سنتين ولا يحصل له أمر. فما توجيهكم لأمثال هؤلاء؟ توجيه لمثل هؤلاء أن يعلم أن الله تعالى أرحم به من والديه، من كل أحد، بل من نفسه، وأن الله تعالى قد يؤخر الأمر لحكمة يريده، لا يناسب في هذا الوقت، أو ليفتح عليه بابا من أبواب الفضائل حتى يرسخ فيه، أو لغير ذلك من الاعتبارات. فالله تعالى حكيم عليم حكيم، يضع الأمور مواضعها اللائقة به، مثل ما أنه تعالى يمن بالصحة على من يشاء وبالسقم على من يشاء لحكم حتى لا يفسد عليه دينه، كذلك يمن بالغنى على من يشاء وبالفقر على من يشاء لحكمة حتى لا يفسد عليه دين. فالله تعالى طبيب خلقه وارحم، ولا يحل لمؤمن بالله تعالى ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يسيء الظن بالله تعالى لحظة واحدة، بل يسيء الظن بنفسه هو، ويكون في باله احتمال أن الله أخره لخير، يدعو أن الله لا يقدمه لشر ولا يؤخره الله لا يؤخره شيء يضره لشر ولا يقدمه لشر، لا تقدمنا لشر ولا تؤخرنا إليه، ويلح على الله تعالى بالدعاء، حتى جاء في بعض الآثار أنه يدعو الرجل الصالح أو الشخص الصالح من رجل أو امرأة، فيقول الله تعالى لجبرائيل عليه السلام لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع صوته، لأنه يثني على الله تعالى ويدعوه. وإذا دعا الفاجر يقول الله تعالى لجبرائيل عجل بقضاء حاجته فإني لا أحب أن أسمع صوته. من ذلك يتبين الإلحاح على الله تعالى بالدعاء، والله يحب الملحين سبحانه وتعالى، ويتبين المستعجل الذي يريد أن تأتيه الدنيا على ما يريد. الدنيا ليست بيده، بيد الله مدبر الملك والملكوت. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رزق الله لا يجلب حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، إن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته. والزواج من الرزق، فإذا ألح على الله عز وجل بالدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قوله تعالى ربي إني عن موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، صدق في هذا يبشر. هذه الزواج بالذات ما يحتاج يعني إلى إلحاح على الله عز وجل بالاستخارة، حتى لو تعين الهدف يستخير الله عز وجل ثم يشاور لعله أن يهدى إلى الرأي السديد في هذا الأمر. السلام عليكم. تفسر شوي. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال إن شاء الله. كيف أمسيت؟ بارك الله فيك، الله يبارك فيك. إذا صار الإنسان يلح على الله عز وجل بالدعاء، أول شيء أنه يؤجر على الدعاء، والثاني أن النفس تعتاد الافتقار إلى الله عز وجل في كل الأمور، والثالثة أن يكون أسوة لغيره، أن يحسن الظن به ويقتدي به، والرابعة أنه الإجابة لها أجل في علم الله جل وعلا، والله تعالى كما سبق أرحم بعبده، يختار له قضاء الحاجة في الوقت المناسب. ولهذا جاء أن الدعاء مستجاب، لكنه قد تقضى الحاجة كما هي في وقتها، وقد يصرف عنه من السوء مثلها، وقد تدخر للداعي يوم القيامة تقضى إليه له أحوج ما يكون إليه أو البدل عنه. لا بد من معرفتها، هذه من مسائل الدعاء المهمة تكون على البال. ومما جاء ما ذكر في الدعاء والتوقيت والأجل
إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 5 أيام بين الظهر والعصر، 5 أيام، فاستجيب له في اليوم الخامس يوم الأربعاء. الإلحاح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتأخير، مع أنه لما استسقى ما نزل من المنبر حتى سال المطر من لحيته، والتأجيل 5 أيام شدد عليه لما لله إلا من الحكم. بعض أهل العلم حملوا ذلك على خصوصية اليوم والتوقيت من اليوم بين الظهر والعصر، منهم من جعله عاما، وهذا هو الأقرب، لأن أصل نصوص الشرع العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص، تحمل على عمومها وعلى أوسع مدلولها، لأنه شرعا عام للمكلفين. فهذا مثال فرق بين كونه يستسقي ولا ينزل من المنبر حتى يتحادر المطر من لحيته وبين كونه يؤجل 5 أيام. فهذا لا بد من معرفته والالتزام به، وأن الإنسان يكون على حسن الظن بالله تعالى. فإذا ضاقت عليه الأمور أو شيء يسيء الظن بنفسه، لعلي ما أخلصت لله تعالى، لعلي ما تقيدت بالسنة، لعل الله أخره لحكمة مصلحتي، لعل الله يريد مني أن ألح عليه ترتفع درجتي عنده، لأن الدعاء هو العبادة، هكذا ينبغي. ويسد الإنسان منافذ الشيطان عليه، لأنه يريد الشيطان أن يؤيس من رحمة الله، يقنط من رحمة الله ويؤيسه من فرج الله. يتنبه لهذا، هذا أمر عظيم مهم جدا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.